لا تقدم أي خدمة للمذهب ولا لمسيرة المذهب، وبالتالي هذه لا جدوى فيها، بل ضررها أكثر من نفعها. السكوت عن هؤلاء يزيدهم غيظا وحنقا من الدخول معهم. أنت إذا دخلت معه في هذا الحوار الصبياني النازل الهابط هو يرتاح، لأنه يستدرجك إلى أمور يريد أن يتوصل إليها من خلال لسانك ولأجل إدانتك، فتركهم والإعراض عنهم وعدم المبالاة بهم أفضل للمذهب ولسمعته من الدخول في هذه الحوارات العقيمة. نعم. أحسن سيدنا. هناك مثلا موقف، وهذا كثير من هذه المواقف تحصل لنا في أماكن الدراسة أو في مجالات العمل. لو جاء واحد وحصرك بزاوية، طب جاوبني، هو يبغى يصيدك، جاوبني ليش كذا كذا كذا؟ لا جاوب ولا كذا ولا كذا. يقول يا أنت عجل انهزمت وضحك وسخر. انهزمت، نعم، في سبيل المصلحة العامة انهزمت. نقول جزاك الله خير وانت على لا بد أن نضبط أعصاب